لا عزاء للحمقى ممن يغرقون في شبر جهل. أبو هداية يعلق على حل قضية حمد الله مع النصر. البكيري يعلق على انتهاء قضية حمد الله مع النصر. الحميدي يكشف عن أول قرار من مدرب الاتحاد على غياب اللاعب بنزيما. جستنيا ينشر تغريدة مثيرة عن حمد الله بعد انتهاء قضيته مع النصر. الاتحاد ينهي اتفاقه مع القادسية لضم أبو الشامات. الاتفاق يطلب جوتا من الاتحاد للموافقة على بيع الغامدي. إذا كنت من مشجعي الاتحاد اشترك في القناة ليصلك كل جديد عن الاتحاد. إليكم التفاصيل. علق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية على انتهاء قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله مع النصر. وكتب أبو هداية عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: شكرا من القلب لنادي النصر على قبوله طلب التسوية وتنازله عن حقوقه وموافقته على عدم التصعيد وسحب كافة الأدلة والتسجيلات والرسائل وإغلاق الملف نهائيا، تقديرا من هذا الكيان الكبير للقفزة الهائلة التي تشهدها الحركة الرياضية، وإيمانا منهم بأن لا يدفع الكيان الاتحادي العظيم ثمن حماقات واجتهادات إدارية غير متزنة في زمن مضطرب وتوقيت متسارع وإجراء مرتبك وفوقية عجيبة وغريبة. وأضاف قائلا: شكرا لإدارة النصر التي فضلت الإيثار والقفز فوق كل الأسباب والمعطيات والمؤثرات التي تفنن فيها إعلام الأخوية والمرافقين لتوسيع فجوة الخلاف بنوايا ورغبات تم دفنها بعظمة الكبار الذين يؤكدون دوما أن علاقة الناديين تاريخية وراسخة ولن تتأثر بفكر الصبيان وعقليات السفه التي سادت حول الملف الأطول في المشهد الرياضي. وتابع: لا عزاء للحمقى ممن يغرقون دوما في شبر جهل لتعريهم المواقف وتكشف أقنعتهم المزيفة للرأي العام. علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على انتهاء قضية اللاعب عبد الرزاق حمد الله مع النصر. وكتب البكيري عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: في شهر مارس: حقوقه والله إنك تنقها نق، حمد الله ساطي بالقانون. وكشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن أول قرار من مدرب الاتحاد على غياب اللاعب الفرنسي كريم بنزيما. وقال الحميدي خلال برنامجه برات 18 أن المدير الفني لنادي الاتحاد أصر على تطبيق اللائحة على بنزيما. علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيا على انتهاء قضية لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله مع نادي النصر. وكتب جستنيا عبر حسابه على منصة إكس: كيف الحال؟ ناس تتكلم وناس تتظلم وناس تتألم وناس ما تتعلم وناس تندم سابوا لي. وأوضحت صحيفة عكاظ السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس اليوم الخميس أن إدارة نادي الاتحاد أنهت الاتفاق مع نادي القادسية أحد أندية دوري الدرجة الأولى لضم اللاعب محمد أبو الشام. وأشارت الصحيفة إلى أنه ينتظر أن يتم توقيع العقد الرسمي بين اللاعب مع نادي الاتحاد خلال الساعات القليلة القادمة لإنهاء الصفقة بناء على طلب الأرجنتيني مارسيلو جايردو المدير الفني للعميد. ويتواجد أبو الشامات في الوقت الحالي مع المنتخب السعودي الذي ينتظم في المعسكر الإعدادي في مدينة دبي الإماراتية خلال الفترة 3 إلى 30 يناير، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما 2024 في قطر. وكان نادي الاتحاد قريبا من التعاقد مع الغامدي على سبيل الإعارة، لكن إعلان الصفقة تأخر، وذلك بسبب رغبة العميد في ضم اللاعب بصفة نهائية. واشترط مسؤول نادي الاتفاق التوقيع مع البرتغالي جوتا جناح فريق الاتحاد، وذلك مقابل التنازل عن خدمات الغامدي بنظام الإعارة حسب ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس. وتسابق إدارة نادي الاتحاد الزمن لرصد ميزانية مالية تصل ل60 مليون يورو من أجل التعاقد مع 3 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعبين محليين خلال الميركاتو الشتوي. وترغب إدارة الاتحاد في تدعيم صفوف الفريق الأول وتحديدا في مركزي الظهير والجناح بتوصية من الأرجنتيني مارسيلو